انذار لعبد المنصف. اعتقد ان هيبقى في طرد. شوف حضراتكم عبد المنصف واعتداء من عبد المنصف. كان ممكن انترد عبد المنصف. انترد عبد المنصف. انترد عبد المنصف. انترد عبد المنصف. هتافات يعني معادية للنادي الأهلي. أحداث هذا اللقاء فرحة كبيرة جدا جدا. ويطلق إيفان بيبيك في هذه اللحظات صفارة نهاية الشوط. النهارده اللي حصل مع شيكابالا. هو طبعا ولد عايز يتربى. اللي حصل بالظبط انا قلت عندك في الحلقه انه احسن لعيب في مصر. صحيح. بس يبقى عنده اخلاقيات. قلت احسن واحد واسوأ واحد. في الاخلاقيات. قلت احسن واحد في موهبه، وقلت اسوأ واحد انه بيسهر وبنات وبيروح مش عارف المونديك والكلام اللي بيعمله ده. لا انا عارف يروح ليه. تمام. نعم. هو تغير. هو كان عامل خطه للاسف الشديد الاخ ممدوح عباس. اولا مصر كلها كانت عارفه انه رايح النهارده. انا فوجئت انه جايب 16 بلطجي بودي جارد داخلين معاه. وداخلين معاه منين بقى؟ الماتش بدا داخل من جوه الاستاد من الملعب. انا عايز اقول للاستاذ رئيس الموضوع معايا كابتن ابراهيم حسن موجود في دبي في الامارات، وهو مدير الكوره بنادي الزمالك. اهلا كابتن ابراهيم. اهلا بيك، ازي صحتك؟ الحمد لله تمام. هتعملوا ايه على موضوع شيكابالا؟ يا ترى
هتلاحقوه ولا هتحاولوا ان انتوا تخلصوها ودي، ولا ايه الاتجاه ماشي ازاي؟ هو طبعا انا سمعت المكالمه عبد الفتاح بيتكلم. هو طبعا هو عايز النادي يتشقلب، يعني الناس هتعمل ايه؟ هتشقلبه لما شيكابالا قال انا همشي، ولا بعد فاكس ان هو عايز يفسخ العقد. طب بيقول لك والناس بتاع نادي الزمالك ومجلس الاداره ساكتين ومش ولا بيدوروا ولا بيعملوا حاجه. طب الناس بتاع الزمالك هيتشقلبوا؟ ما الراجل دلوقتي فجاه كده وانت قاعد بتسمع خبر غريب جدا، بتلاقي واحد ابنك طفش، بتلاقي لعيب طفش. طب يعني محدش عامل حساب الموضوع ده خالص. وبعدين عادي شيكابالا فاضل له سنه ونص، فالناس بما فيهم انا اولهم، انا كنت ابو حسام خلال الفتره اللي فاتت قعدنا معاه اكثر من مره عشان نعمل العقد، وهو قال انا تحت امركم وانا هقعد عشان خاطر يعني طبعا هو في علاقته كويسه بينا وبيحب نادي الزمالك وجمهور الزمالك، فكان الامور ما فيهاش اي مشكله، يعني حتى ما جابش سيره ان انا مش عايز اقعد. فكل حاجه كانت ماشيه كويسه جدا، والناس في مجلس الاداره او اداره يعني عارفين ان الامور طبيعيه. طب حصلت ما بينك وما بين شيكابالا اي اتصالات في الفتره الاخيره كابتن ابراهيم؟ انا حاولت اتصل بيه تليفوناته مقفوله، وهو ما بيحاولش يتصل باي حد، وعملها برضه يعني في مره كنا هنقعد مع بعض ونخلص الموضوع وهي الماتشات شغاله، فكان ساعتها اعتذر عشان بطنه مش عارف كان عنده برد. ايه اللي وصل الامور لكده يا كابتن ابراهيم؟ انا ما اعرفش، ده الناس كلها بتحبه جدا، يعني مجلس الاداره كله بيحبوا رئيس النادي. طب ربما يكون ده طموح مشروع ليه زي اي لاعب عايز يحترف في اوروبا. تمام انا موافق، طموح مشروع، بس برضه الراجل عبد الفتاح بيقول ان الناس ما حدش قابلهم، ما هو انا دلوقتي لما اروح اجيب من برشلونه مثلا ميسي اقول لهم انا عايز ميسي، تمام؟ مش خلاص انا مش اكيد مش هيسيبوه، او ريال مدريد عايز مني. يا ريت تجيب لنا ميسي والله، ده انا والله ده انا اتبسط قوي والله لو جبت لنا ميسي. عموما هو ميسي هنتفرج عليه بعد يومين في المونديال. هل ممكن ميسي عامل عقد بقى بيعمل عقود 5 سنين، هل ميسي مثلا يجي بعد 3 سنين يقول لك افسخ عقد مع برشلونه؟ انا عارف طبعا العقد شريعه المتعاقدين، بس في بنود في اللائحه ربما هيستند اليها شيكابالا. على كل حال بشكرك كابتن ابراهيم حسن من دبي، وبشكر عبد الفتاح احمد، وهنشوف ازمه شيكابالا دي هتتطور ازاي واحنا مع كل الملفات.